السلام عليكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل معاكم خميرة الفايش زي كده اهو. انا حاطين اللبن يغلي، يكون عندك برطمان زي كده تكون غسلاه ونشفاه بفوطة وقطن او تنشفيه بأي حاجة عندك، او تسيبيه كده تصفيه لغاية ما ينشف مع نفسه كده. اللبن يغلي زي ما انت شايفة كده. في ناس بتدفي اللبن بس كده ينفع وكده ينفع، بس انا بفضل اغليه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. وربع سمسم، يجي كيلو لبن. انا هحط نص البرطمان بس، وكده احط شويه عشان اقلب في السمسم. بسم الله. السمسم تكون تنجيه وتطحنيه. انا طحناه ابيض متحمص اي حاجه، بس افضل يعني لما يكون متحمص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي كده مطحون. لو حطيتيه برضو سليم من غير ما تطحنيه مع واحدة ما عندهاش كبة ولا أي حاجة، حطيه سليم عادي. في ناس بتعمله بالفول بتاع المدمس ده برضو بيطلع، وفي ناس بتعمله بالرد بيطلع برضو، بس أنا بفضل بالسمسم، منه قيمة غذائية عالية، ومنه ما تصفوش وترميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا شايفين. أنا زي هعمل معاكم الكمية اهي، يجي ربع السمسم. اللي عايزة تحط نص ماشي، هو السمسم حسب الرغبة، يا مقلي ما يعملش حاجة. احنا كده على رب الخميرة بتاعت الفايش. في الصيف بتطلع عليه يوم والتاني تلاقيها طالعة، في الشتاء على 3 أيام. وأنا بحب أربيها فين؟ في البرطمان، علشان أشوف البرطمان من بره. لما في ناس بتربيها في سطل، بتربيها في لبانة، كل شوية تفتحها وتدخل لها هوا. لا، أنا بحب البرطمان كده اهو زي كده. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. نحط بقى كمية اللبن زي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي كده يا حبايبي. هتلاقي بقى، تعرف ازاي اللي هي خمرت؟ هتلاقي السمسم بيجي فوق هو واللبن، ومية من تحت، زي كأنك هتعملي الزبادي. اهو تيجي ماسكاها مغطية كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا عملته معاكم على اليوتيوب. هو اي قماشة قطن عندك او صوف اللي موجودة عندك يعني تغطيه بيه، تغطيها كده وتحطيه في اي مكان دافي. كل واحدة عارفة المكان الدافي بقى. في البوتاجاز عايزة تحطيه بين الهدوم عادي، مش هتبربط الدنيا ولا حاجة، عشان الخميرة هتخمر جوه وهوريها لك. هعمل معاكم ايه؟ الخميرة بشوية سمسم صحيحة اهي، عشان برضه هوريها لك برضه. احنا غاليين اللبن، ان في ناس بتدفي اللبن بس. بسم الله. اهو سمسم ابيض. عايزة تحمصيه ماشي، مش عايزة تحمصيه مش مشكلة. اهو السمسم ده ابيض اهو. هوريهولك الواحدة اللي مش ما عندهاش كبة في البيت، تحطه سليم كده ما يعملش حاجة، برضه الخميرة هتطلع. يعني كده ينفع وكده ينفع، وهما اتنين برضه هوريهم لكم. وهحطه مع العجين عادي. زي كده برضه لازم تقلبي كده. بسم الله ما شاء الله. انا عاملة كمية بسيطة علشان ايه؟ هوريها لكم. تكون منقية السمسم بس.
نحط شوية لبن بسيط. زي كده برضو تغطي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي كده وتغطيها برضو، وتغطيها كده وفي مكان دافي تشيليه. اول ما تطلع يوم والتاني هتلاقيها طالعه. في الصيف يوم واحد بس، والتاني يوم تلاقيها طالعه. في الشتاء 3 ايام. اول ما تطلع هوريها لك. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. ادي الخميره اهي خمرت. بص الميه بتبقى تحت، ميه ضعيفه خالص اهي تحت. اهي الميه اهي، هنا باينه اكتر عشان هي فيها كميه بسيطه اهي. شوفها، اللبن والسمسم فوق والميه تحت. ده تعرف ايه اللي الخميره بتاعتك فلحت. هنربيها بقى معاكم، نعمل خميره بقى اسمها تعملي خميره على ايدك، خميره الفايش. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. الدقيق بعد ما تنخليه، اي دقيق عندك، دقيق قمح، دقيق شكاير، الموجود عندك. هنمسك الخميره اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. نحط الخميره كده، بسم الله. والميه تكون دافيه كأنك هتعملي خميرة عادية. ده مطرحها سمسم ولبن، لازم تمصمصيهم كده. كله عايز اطلع الخميرة اللي تحت اللي ماسكة. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي كده تعجني الخميرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المية تكون دافية زي دمعة العين، زي ما بتعملي أي خميرة عادية. خميرة السمسم ده بنعملها ليه؟ بتخلي طعم العجين خرافة، طعم الفايش بيبقى تحفة. في بيعملوا فايش في المحلات بس ما بيبقاش زي الفايش بتاعنا. بيبقى يا دوبك عبارة عن لون، عبارة عن لون أصفر وبتاع. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عبارة عن لون أصفر، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. وما تحسي كده ما بتاكليش فايش. في ناس بتسميها فايش، الصعيد مسميه فايش، والاسكندرانية والبلاد التانية بيسموه شريك. عشان ما اطولش عليكم اعجن واوريكم. اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله كده تبقى العجينة سايلة كده، وتسيبيها تخمر بقى حسب ما تخمر. بعد ما تخمر هوريها لكم. اهو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. زي كده العجينة زي كده، زي عجينة الزلابية.